بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة بقى يا حبايبي هنعمل القرنبيط بقى من الاكلات الاقتصادية الموفرة اللي بنعملها اليومين دول. هنعمله بقى بدون بيض، طبعا كلنا عارفين البيض اسعاره ايه. هيطلع معانا ناجح جدا ومقرمش بجد تحفة. هيطلع معاكم بصوا زي الكنتاكي. بصوا بقى الخرفشة، اسمعوا بقى الصوت. بصوا صوت الخرفشة حبايبي، بجد روعة. يلا بينا بقى ندخل الفيديو ونشوف هنعمل العظمة دي كلها ازاي مع بعض. كده يا بنات قطعنا القرنبيطة بتاعتنا. بصوا عملناها زهرات كده. انتوا الحجم بقى حسب راحتكم، اهم حاجة تقشروا بقى الجزء اللي من تحت ده بس كده. ويلا بينا. المية هنا بتغلي. اهم حاجة بقى الكمون يا حبايبي. ننزل كده بربع معلقة كمون، شوية حلوين كده. انتوا عارفين طبعا الكرنب والقرنبيط لازم نحط الكمون. وهنحط كده ايه الملح بس كده تمام. وهننزل بقى بالقرنبيط يتسلق معانا في ميه بالكمون. دي مهمه جدا يا حبايبي، اهم حاجه الخطوه دي. انا هنزل كده بكل زهرات القرنبيط بتاعتي وهسيبها لما تستوي. هعرف منين هتستوي هقول لكم. اهم حاجه بصوا الزهره بس تكون الجزء اللي ده العرق ده من تحت عشان يستوي معانا، عشان الجزء ده هو اللي بياخد وقت في التسويه شويه. هننزله كده ونخلي الزهرة ايه مايلة لفوق بس كده. هنسيبه بقى يغلي مع بعضه ونرجع له تاني. وكده حبايبي خلاص. بصوا القرنبيط ما بياخدش زيادة عن 10 دقايق. هنقلبه كده ونشوفه. هنمسك واحدة كده ونشوفها. اول ما نحط ايدينا على الجزء ده كده لقيناه استوى كده خلاص، ايدينا دخلت فيه فخلاص. هم 10 دقايق، ما تزودوش عن التسوية عن كده. كده يا حبايبي هناخده بقى ايه في الحوض. هنوقف التسوية بتاعته وننزل عليه بمية ساقعة. مية ساقعة من الحنفية عادية خالص، عشان ايه نضمن ان هو ما يستويش معانا ويتهري معانا. نشطفه كده كويس ونصفيه بس تمام. العجينة بتاعة القرنبيط بدون بيض بدون لبن هنعملها هتطلع معانا احلى من البيض. بجد جربوها تعجبكم جدا. معانا هنا كوباية دقيق، هننزل عليها كده بايه معلقتين 3 نشا كده حلوين بس كده. هنقلب بقى الدقيق مع النشا تمام كده. هننزل بقى بالتوابل بتاعتنا. هيطلع معاكم القرنبيط مقرمش وتحفة جدا. وهننزل كده بايه بربع بقى معلقة بيكنج باودر. انا عندي شوية في الكيس هنا قيمة ربع معلقة. هننزل كده بالملح. وهننزل بقى بالتوابل بتاعتنا، فلفل اسود، كمون، هننزل بسبع بهارات ودي اختياري براحتكم بس هتدينا طعم حلو جدا. وهننزل كده بمعلقة كبيرة بابريكا بقى تدينا ايه لون جميل. حابين تضيفوا بدل البابريكا صلصة براحتكم عادي، مفيش اي مشكلة. وهننزل كده بقى بالشطة. لو مش حابين تضيفوا شطة براحتكم، معلقة صغيرة بس. ومعايا هنا ايه 4 فصوص توم مفرومين هنزل بيهم. ومعانا كوباية مية هنا هننزل بيها بقى تدريجيا يا حبايبي. يعني هننزل كده بكوباية الا ربع ونقلب ونشوف. لقينا العجينة بتاعتنا تقيلة هنزود مية تاني. بصوا انا عايزاها العجينة زي عجينة الكيك كده، لا كده تقيلة. هننزل بقى بالنص التاني تدريجيا برضو. انا عايزاها زي عجينة الكيك كده، يعني مش تقيلة ومش خفيفة. هنقلب كده لغاية ما تفك العجينة معانا كويس والدقيق ايه يختفي تماما. العجينة تبقى ايه متوسطة. بصوا قوام بقى العجينة. بصوا حبايبي ما شاء الله كده تمام. انا عايزاها كده ايه تكون معقولة، لا تقيلة قوي ولا خفيفة قوي. اهم حاجة دي ايه ما يكونش موجود خالص. هنقلب كده لغاية ما يدوب معانا تماما. بصوا بقى الخليط ما شاء الله
من غير بيض من غير لبن. بصوا بقى ده الايه القوام اللي انا عايزاه، لا تقيل قوي ولا خفيف قوي. بس كده خلاص تمام، والعجينه بقت جاهزه معانا. يطلع بقى القرنبيط مقرمش معاكم اكتر. انا معايا هنا فيجيتار حر جاهز من عند العطار، هنزل عليه كده بمعلقتين نشا، وده بقى اللي هيبقى الكراست اللي انا ايه هغلف بيه القرنبيط. هيطلع معاكم تحفه جدا. جربوا بقى الطريقه دي يا حبايبي، طريقتي هتعجبكم جدا، مش هتلاقوها عند اي حد غير عند موحة. بس كده مش هنحط بقى اي اضافات تانية، بس هو الفيجيتار متبل بس تمام. يلا بينا بقى نعمل الكفر. معانا القرنبيط بتاعنا هننزل بيه كده حبايبي بالزهرة كلها كده، وبايدينا بقى نصفيها كده كويس. بصوا الخليط اهم حاجة يمسك على الكفر، بصوا على القرنبيط نفسه، ما يكونش الخليط خفيف. هننزل بقى ايه على الايه على الفيجيتار اللي عملناه مع بعض. وهنكمل كده بنفس الطريقة، هننزلها بقى في العجينة الجميلة اللي عاملينها مع بعض. اهم حاجة تتمسك على يلا بقى بينا بالكفر بقى ايه اللي عملناه ده كده. هنغلف بقى القرنبيط بتاعنا. بص بقى ما شاء الله هيطلع معاكم ناجح جدا، وهيطلع مقرمش اكنكم عاملين كنتاكي بالظبط. والكفر التاني ده هيدينا بقى القرمشة الجميلة، والقرنبيط يطلع معاكم مقرمش وتحفة. هنعمل كده واحدة واحدة ونوريها لكم. بصوا ما شاء الله على الجمال والحلاوة، هيطلع معاكم مقرمش جدا يا حبايبي. هنغلفه بس كويس بالكفر بالفيجيتار ونقشه عشان يطلع مقرمش وجميل كده. وهنكمل بقى الباقي ونرجع كده حبايبي. بعد ما عملنا الكفر هناخده بس على الفريزر 10 دقايق يتماسك كده، ونرجع له تاني. الزيت بتاعنا سخن، هننزل بقى بالقرنبيط الجميل بتاعنا. بصوا بقى الجمال بقى والعظمه. مش هنكتر بس في الطاسه كتير، هننزل بكميه كده متوسط. وهنبتدي بقى نقلب كده حبايبي. هو لسه طبعا محمر زي ما احنا عايزين، بس احنا هنديله تقليبه كده. الله بقى على الجمال. بصوا بقى اللون، بصوا القرمشه، بصوا بجد تحفه. بصوا وانتي بتقلبيها هتحسي ان هو مخرفش كده ومقرمش. بصوا بقى الجمال، الله الله على اللون الجميل. يا حبايبي بقى القرنبيط ما شاء الله طلع معانا مقرمش وتحفه. بصوا بقى بجد في منتهى الجمال. بصوا لونه، الله بقى على الجمال. وهنطلع بقى كده على مناديل المطبخ. بصوا بقى الجمال والعظمه والاروع من كده. بصوا بقى القرمشه يا حبايبي بجد، بصوا تحفه تحفه ما شاء الله على الجمال وعلى العظمه. بصوا بقى الحلاوه. بصوا بقى هو سخن، اسمعوا كده صوت القرمشه. بصوا حبايبي، بصوا الجمال عظمه. بصوا بقى احلى من الكنتاكي. بصوا الخرفشه سامعين بجد. الطريقه دي جميله جدا هتبهركم يا حبايبي. بعد ما عملنا القرنبيط بصوا جماله ولونه بجد بيتحدث عن نفسه. ولو عجبكم بقى الفيديو ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب فضلا وليس امرا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.